قصتنا بتبتدي بإطلاق صاروخ في الفضاء وموجود فيه صورة لهيئتنا البشرية وموقع الأرض في الفضاء أملا إن كائنات فضائية يشوفوها ويتواصلوا مع سكان الأرض. وبنشوف هنا بطل قصتنا نيل كلارك وهو في حفلة بيتكرم فيها على كتابه الجديد. وبعدين بنشوف مجموعة من الكلاب انتشروا في الحفلة وبوظوها. وبعدين بنشوف كلارك بيصحى على صوت جرس الباب وبنعرف إن ده كان حلم، وقام وفتح الباب ولقى جارته وكانت منزعجة جدا من الكلب بتاعه وقالت له لو ما بطلش إزعاج هتبلغ ملجأ الكلاب ياخدوه، وسابته ومشيت. وبعدين أخد الكلب بتاعه ونزل وشاف جارته وهي اللي كان بيحلم بيها واسمها كاثرين وسلم عليها وبعدين سابته ودخلت. وبعدين بنشوف الصاروخ وصل لسفينة فضائية عملاقة جدا وكان فيها فضائيين واخدوا رسالة البشر اللي في الصاروخ. وبنعرف هنا ان مش بس البشر اللي بيبعتوا رسائل لكن في كواكب تانية كتير. وبعدين الفضائيين بدأوا يفحصوا كوكب الارض والبشر اللي عايشين فيها ويعرفوا حياة البشر ماشية ازاي، واتضح لهم ان حياة البشر مملة جدا. فقائدهم امر بتدمير الكرة الارضية، ولكن واحد عرضه وقال له ما ينفعش ندمر الارض قبل ما نديهم فرصة لاثبات نفسهم، وده قانون المجرات الدولية. فقرروا انهم يختاروا شخص من سكان الارض ويعطوه قوة خارقة يقدر يعمل بيها اي شيء هو محتاجه لمدة 10 ايام، ولو استخدمها في الخير هيرحبوا بسكان الارض في مجتمع المجرات الدولية، ولو استخدمها في الشر هيتم تدمير كوكب الارض بالكامل. وعملوا قرعة للاشخاص اللي هتكتسب القوة ووقع الاختيار على كلارك. وبالفعل بنشوف كلارك ماشي بالعجلة وحصل له حادث، واثناء الحادث اكتسب القوة من الفضائيين. وبعدين وصل من المدرسة متأخر بسبب الحادث. وبنعرف هنا انه مدرس وهو رايح الفصل شافه المدير وكان بيعامله وحش جدا ودايما بيهزقه ويقلل منه. وبعدين راح لفصله وشاف الطلاب بيلعبوا ومبهدلين الدنيا خالص، فقرر انه يروح يفطر وما يحضرش الحصة. وقعد مع صديقه ري، وصديقه ري بيحب زميلته واسمها دورسي وهي مش بتعبره خالص. فري بيقول له لو كان بامكانك فعل اي شيء انت عايزه هتعمل ايه؟ فلوح بايديه وقال له كنت خليت الكلب بتاعي يتقيأ الملاحظات اللي اكلها وترجع سليمة تاني. وبالفعل بنشوف هنا الكلب بتاعه في البيت وهو يتقيأ الملاحظات وبنشوفها رجعت سليمة. فقال له ري طب لو تقدر تتمنى حاجة واحدة بس فكنت هتتمنى ايه؟ فاتمنى ان كائنات فضائية تدمر الفصل بتاعه لانه منزعج من الطلاب جدا. وفجأة سمعوا صوت انفجار في المدرسة وجريوا يشوفوا ايه اللي حصل. لقى الفصل بتاعه بالفعل اتدمر والطلبة كلهم ماتوا وما كانش مصدق ومصدوم. وكلارك بيرجع بيته وبيشوف الاخبار في التلفزيون عن حادث الانفجار في المدرسة وبيقولوا ان الانفجار مش هجوم ارهابي والاقرب انه هجوم فضائي ومات 38 طالب. فكلارك بيبص للكلب باستغراب وبيقول له مستحيل امنيتي اتحققت، والا ساعتها كان امنيتي ان الارض تتنضف اتحققت. فبيتفاجئ ان الارض بتتنضف لوحدها فاتصدم وجري دخل المطبخ وشرب ازازة الويسكي عشان يتمالك نفسه ويهدى، واخد باله ان الملاحظات بتاعته رجعت سليمة وما كانش مصدق وخبط في ازازة الويسكي بدون قصد فوقعت في الحوض. واتمنى ان ازازة الويسكي تتملي فلقى المية اللي وقعت رجعت تاني الازازة وكان مذهول وجه يشرب فلقى فيها بقايا من الحوض فاتمنى انها تتجدد بازازة جديدة. فالازازة نطت وخرجت وبيجري وراها كلارك ونزلت على السلم ودنتها تنط لحد ما وصلت محل الويسكي والمحل كان قافل فكسرت الازازة عشان تدخل وجرس الانذار ضرب. فكلارك جري والشرطة جريت وراه لحد ما وقع واتحاصر من الشرطة. فاتمنى انه يرجع للبيت وياكل مع دينيس الكلب بتاعه. وبالفعل بنشوفه وهو في البيت وبياكل اكل الكلاب مع دينيس. فقام يغسل سنانه وجات له فكرة انه يرجع الطلاب اللي ماتوا في الفصل. فاتمنى ان كل اللي ماتوا يرجعوا للحياة مرة تانية. وبنشوف في المشرحة الجثث صحيت واللي في القبور كمان، وبص من الشباك شاف الموتى في كل حتة فقال ما كنتش اقصد كل الموتى، اقصد اللي ماتوا في انفجار المدرسة بس. فقعد واتمنى ان انفجار المدرسة ما كانش يحصل من الاول. في لحظة بيلاقي نفسه مع صديقه ري في المدرسة قبل الانفجار فقام وراح للفصل ولقى الطلاب زي ما هم عاملين دوشة. فاتمنى ان طلاب الفصل يكونوا لطفاء ويحبوا العلم. فصوت الدوشة سكت تماما فبص لقى كل واحد على الكرسي بتاعه وهادي تماما ودخل عليهم وقال لهم اقرأوا الفصل كامل. والطلاب كانوا فرحانين جدا وطبعا كان مستغرب. وبعدين خرج لقى المدير واقف فاتمنى ان المدير يعامله كويس وباحترام. وبالفعل المدير ابتدى يعامله باحترام شديد وكمان بيمدح فيه وكلارك كان مبسوط جدا.
وبنروح لري وهو بيحاول يتكلم مع دورثي وهي مش معبراه خالص، فكلارك خد باله واتمنى ان دورثي تعبد الارض اللي بيمشي عليها ري. بعدها نظرة دورثي لري اتغيرت تماما، وكلارك كان شايف الموقف وبيضحك. وهنا فكر في امنية اكبر ومستحيلة، وهي انه يبقى رئيس الولايات المتحدة. وشوية جت عربية فيها حراس وخدوه، وكان فيه هجوم ارهابي عليه وبيضربوا نار عليهم، وما كانش متوقع ده يحصل، فاتمنى انه يرجع البيت. وهنا قبل ما يناموا على سريره اتمنى انه يشوف جارته كاثرين، وفجأة في ضوء ظهر من تحت سريره وعرف يشوف جارته، فاخدت بالها منه وصرخت لما شافته، فاتمنى انه ما يشوفش اللي بيحصل، فتعمى خالص، فعدل امنيته ورجع تاني بيشوف، واتمنى ان كاثرين تنسى اللي حصل. وتاني يوم الصبح راح لصديقه ري في المدرسة وقال له على القوة اللي عنده، وعشان يصدق خلى الهيكل العظمي يتحرك وينط من الشباك، وبعدين ظهر له بيكي ورد في ايده وملى الاوضه كلها ورد. فالمدير دخل عليهم بالهيكل العظمي، وري قال للمدير ان كلارك هو اللي رمى الهيكل من الشباك. فالمدير قال لكلارك ولا يهمك خالص، روح انت بيتك وانا هغطي مكانك في الشغل النهارده. فساعتها ري صدق كلام كلارك عشان المدير عمره ما اتعامل مع كلارك بالطريقه دي قبل كده. وبنروح لكاثرين وبنشوف شخص اسمه جراند بيحبها ودايما بيضايقها، ولكن هي ما بتحبهوش، وبيتمنظر بعربيته قدامها ورمى لها المفاتيح بتاعه البيت اللي اشتراه جديد ومشي. وبعدين كانت قاعده مع صاحبتها وبيشربوا ويسكي كتير، وبتقول لها على اللي بيعمله جراند معاها وقد ايه هو بيضايقها. فصاحبتها نصحتها انها تتعرف وتقرب من جارها اللي ساكن في الدور اللي فوقيها، لانه واضح عليه انه معجب بيها. وبنعرف هنا ان حصل مشكله عند الفضائيين وتعطلت القوه اللي اعطوها لكلارك بشكل مؤقت. وبنرجع لكلارك وهو قاعد على السرير وبيتمنى ان كاثرين تحبه بجنون، ولكن امنيته ما اتحققتش بسبب العطل المؤقت في الطاقه. فجرز الباب رن وطلعت كاثرين وسالته انه لو كان معجب بيها، فحصل علاقه بينهم. وبنعرف ان اللي حصل مش بسبب الامنيه، لكن عشان كاثرين معجبه بيه بجد زي ما هو معجب بيها. وبعدين المشكله اتحلت والقوه رجعت لكلارك، وقام وهو سعيد وخد باله من ورقه سابتها كاثرين ليه انها راحت الشغل، وامر الملابس بتاعته انها تجهز، وقام وقعد يفطر والكلب بتاعه عامل ازعاج، فاتمنى ان يفهمه عشان يعرف هو عايز ايه. بالفعل الكلب اتكلم وفهمه. وبعدين بنشوف ري داخل الفصل لقى دورثي رافعه صورته وعامله طقوس عباده ليه، لا وكمان جابت ناس تعبد معاها، لا اله الا الله. وبعدين بنرجع لكلارك وكاثرين بتخبط على الباب، فحبس الكلب في المطبخ لانه بقى يتكلم. وبعدين فتح لها وكانت بتعتذر له على اللي حصل بينهم امبارح، وقالت له انها ما كانتش في وعيها بسبب الكحول اللي شربته، وقالت له انها معجبه بيه وهو كان مرتبك، فافتكرته انه مش معجب بيها. وبعدين الكلب ده انه يتكلم جوه، فافتكرته انه مثلي وزعلت منه جدا وسابته ونزلت. وبعدين ركبت الاتوبيس فنزل وراها عشان يلحقها، فلقى جراند واقف قدامه، فاتمنى ان يبقى على الاتوبيس وظهر فوقه، فعدل امنيته تاني انه يبقوا جوه مش فوقه. وهي نزلت ودخلت محل، فنزل وراها وراح لها وقال لها انا بحبك، وكان بيحاول يشرح لها الموضوع وانه في سوء تفاهم. فكانت متضايقه منه وسابته وخرجت، وجت تدخل بيتها لقت جراند قاعد مستنيها، فقفلت عليه الباب واتخانقوا مع بعض، والجيران كانوا بيبصوا عليها. وكلارك نزل لها وقال لها انها تطلع معاه لحد ما جراند يمشي، وقعدوا ياكلوا مع بعض. وهي بتاكل عجبها الاكل جدا، وقالت له ان احلى حاجه كلتها في حياتها. فقالت له ايه ده وعملته ازاي؟ قال لها انا بس كل اللي عملته اني قلت عايز افضل اكله لكاثرين اكلتها في حياتها. وقال لها على موضوع الكلب بتاعه انه بيتكلم، وعشان تصدق اتمنى ان يبقى عندها مكتب كبير في شغلها، وملحقش يكلمها وقطعهم جراند ودخل من الشباك وهدده بالمسدس. وكلارك كده انه يقول له اضرب لو تعرف، واتمنى انه المسدس يقع من ايده، فوقع ومسكوا في بعض. فكاثرين اتضايقت منهم وسابتهم ومشيت. وكلارك اتمنى ان ايده تتكسر ويلزق في سقف البيت وانه ينزل بدماغه في الزرعه. وبعدين هدده وقال له انا ممكن اخلي حياتك جحيم لو ما بعدتش عن كاثرين. وهنا استغل جراند انه مش باصص له وضربه بالزرع على دماغه وافقده الوعي، واخده معاه وكتفه واداله ورق مكتوب فيها امنيات، وبيهدده انه هيقتل دينيس الكلب بتاعه لو ما نفذش الامنيات. وبنروح لكاثرين ومديرها بيقول لها انا جبت لك مكتب جديد. فدخلته ولما شافته صدقت كلام كلارك، فراحت له البيت لقت المكان متكسر وهو مش موجود، وسمعت صوت في الدولاب ففتحته ولقيته ري، وكان مستخبي عشان الناس اللي بتجري وراه بسبب امنيه كلارك. فافتكرت مفاتيح الشقه اللي اخدته من جراند ونزلت وجابته وراحوا لجراند. وبنشوف ان كلارك بينفذ امنيات جراند اللي مكتوب على الورقه، واللي منها ان كل رجال الانجليز يبقوا ودانهم طويله ورجليهم رجل بطه، والشرطه يبقى الزي الرسمي بتاعهم لونهم بامبي. وبعدين سمع صوت كاثرين بره، فقال له اقرا الامنيه الاخيره بسرعه، واللي هي ان كاثرين تحب جراند بجنون. وبالفعل نفذ كلامه، فدخلت وحضنته ووقعوا على الارض. فاستغل
كلارك الفرصة وحول جراند الكلب وحرر نفسه ولغى كل أمنيات جراند. فدخلت عليهم دورثي والشباب فلحقوا كلارك واتمنى انها ترجع تفكر فيه زي الاول، فقامت وشتمت ري ومشيت. وهنا كلارك صارحها بالحقيقه، وهي انه خلاها تحبه عن طريق القوه اللي عنده، وقال لها انه بيحبها. فاتضايقت اكتر وقالت له ازاي احبك وانت تمتلك قوه تخليني اعمل اي حاجه انت عايزها في اي وقت وما يبقاش عندي قرار. وقالت له انا مش هقدر احبك وسابته ودخلت. وهنا كان بيتكلم مع الكلب وقال له ان كاثرين عندها حق انها تكرهني والناس كلها تكرهني لاني استخدمت القوه الرغبات الخاصه والمفروض استخدمها عشان اخلي العالم مكان افضل. فاتمنى ان اي حد في العالم ياكل الاكل اللي عايزه وباي كميه، وان الكل يكون ليه بيت خاص يعيش فيه، وما يبقاش في حرب في العالم خالص، وما يبقاش في احتباس حراري. وراح فتح التلفزيون عشان يشوف الاخبار وشاف ان العالم كله ارتفع في حالات السمنه بطريقه كبيره جدا، وانه كله بقى عنده بيوت لدرجه ما بقاش يعرفوا يمشوا في الشارع، وانه هيضطر انهم يستخدموا يعمروا في القطب الشمالي، وان الدول بتعلن الحرب على بعضها، وان الكره الارضيه بقت كلها تلج. فاتضايق وزعل وقرر انه هينتحر عشان يخلص من القوه، وراح للجسر وطلع عليه ورمى نفسه في الميه، والكلب نط وراه. فكلارك طلع عشان ينقذ الكلب. وهنا بنشوف الفضائيين قرروا انهم يدمروا الارض بعد ما الوقت خلص. وبنرجع لكلارك فالكلب بيقول له اتنازل عن القوه دي ليا، وانا كده كده كلب وكل امنياتي اني انفذ الاوامر. فكلارك اتنزل له عنها. فالكلب قال له سامحني على اللي هعمله. فالكلب اتمنى ان مصدر القوه دي يتدمر، وبالفعل بنشوف مصدر الطاقه بيتدمر بالكامل. وبعدين بنشوف كلارك بيصحى من النوم لكن فاكر كل حاجه وكل امنياته ما بتتحققش. ونزل وهو مبسوط وشاف كاثرين وكانت مش فاكره حاجه وعزمها على العشاء فوافقت وكان سعيد جدا. وبنعرف هنا ان اللي حصل كان حقيقي، لان بنشوف جراند بعد ما تحول لكلب ودينيس مرضيش يرجعه لطبيعته عشان يدنه صديقه للابد ويلعب معاه. وهنا تكون قصتنا انتهت. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير مع اصحابك والاشتراك في القناه.